السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شهد الطريق الولائي رقم 15 الرابط بين بلدية تيزينابرابر ودائرة أوقاس بولاية بجاية صباح اليوم حادث مرور خطير تمثل في انحراف وانقلاب حافلة صغيرة وسقوطها في منحدر خطير. وحسب ما أفادت به الحماية المدنية فإن الحادث المأساوي أسفر عن وفاة شخصين في عين المكان، رجل وامرأة يبلغان من العمر 70 سنة، فيما أصيب 10 أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 2 في حالة حرجة استدعت نقلهما على جناح السرعة إلى مستشفى أوقاس. الحادثة خلفت حالة من الحزن والأسى وسط سكان المنطقة الذين عبروا عن صدمتهم، خاصة وإن الطريق المذكور يعرف بخطورته وكثرة منعرجاته. من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات وأسباب الانحراف الذي أدى إلى انقلاب الحافلة وسقوطها في المنحدر. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الضحايا وألهم ذويهم الصبر والسلوان، ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين.